لعقود كانت الجمهورية الإسلامية هي اللي مسيطرة على الرواية داخل حدودها. وسائل الإعلام الحكومية كانت بتتحكم في قنوات التلفزيون والصحف ووكالات الأنباء وحتى القنوات الدينية. ده معناه أن الجمهورية الإسلامية كانت مسيطرة تماماً على المعلومات اللي الإيرانيين بيستقبلوها وعلى الطريقة اللي كانت بتوصلهم بها. وده كان مكسب ضخم للنظام، لأن من الصعب يحصل ثورة لما الناس مش عندها حرية في تدفق المعلومات. بس شوف، وقف إطلاق النار اللي حاصل دلوقتي بيغير كل ده. دلوقتي بعد الحرب دي في فراغ في قمة القيادة الإيرانية، وفصائل مختلفة من الحكومة بيتخانقوا مع بعض علشان ياخدوا المكان الأعلى. وبسبب كده قنوات التلفزيون الحكومية وصحف الدولة وحتى مذيعين الإعلام الحكومي يعني مذيعين الأخبار بقوا دلوقتي بيختاروا طرف وبيهجموا بعض. ده حاجة عمرنا ما شفناها قبل كده، وده بيحصل في وقت أمريكا بتستعد تعيد الحرب من تاني. القيادة المركزية لسه طالبة من البنتاغون يديها صلاحية استخدام الصاروخ الفرط الصوتي الجديد ده اللي عمره ما تستخدم في القتال قبل كده. ده عمره ما حصل قبل كده، وإيران ممكن ما تكونش مستعدة للي هيحصل. يلا بينا ندخل في كل ده ونبدأ بالإعلام الرسمي وليه بدأ يهاجم النظام. كل ده بدأ مع التضخم في إيران. أنا متأكد إن أغلبكم عارفين ده كويس، بس الاقتصاد الإيراني وبالذات التضخم جوه إيران كان سيء أصلا من البداية، لكن خلال اليومين اللي فاتوا الوضع بقى أسوأ بكتير. العملة الوطنية الإيرانية الريال وصلت لأدنى مستوى ليها في التاريخ. دلوقتي تقدر تاخد 1.8 مليون ريال بدولار واحد بس، يعني لو معاك دولار واحد دلوقتي تبقى مليونير جوه إيران. وده طبعا مشكلة كبيرة جدا لكل الناس، لأن حوالي 50-70% من الأكل في إيران بتستورد من برا. أنا مش معايا أرقام دقيقة، بس دي تقديرات الخبراء. بس خلينا نفترض أن الرقم الحقيقي في الحدود دي أو قريب منها، ماشي؟ ده معناه أنه حتى لو الحصار الأمريكي اتشال بكرة، الإيرانيين هيفضلوا يدفعوا أسعار أعلى للأكل وتكاليف المعيشة. سبب انهيار العملة في اليومين اللي فاتوا مش قبل كده هو انه ما كانش فيه تجارة او واردات كتير بتحصل جوه ايران بسبب الحرب. الاقتصاد لسه بيبتدي يفتح تاني شوية بشوية، ودلوقتي الناس بقت قادرة تتاجر وتعرف القيمة الحقيقية للعملة. عشان كده اليومين اللي فاتوا العملة انهارت اكتر من 10%. ودلوقتي للأسف بالنسبة لكثير من الإيرانيين الانهيارات الاقتصادية دي حاجة عايشين معاها بقالهم عقود، بس المرة دي في حاجة مختلفة بتحصل. في حاجة بتحصل بسبب الانهيار الاقتصادي ده حتى النظام نفسه ما كانش متوقعها. الإعلام الحكومي بدأ يهاجم النظام نفسه والناس اللي في السلطة. شوف التقرير ده. تدهور الأزمة الاقتصادية في إيران خلى الإعلام الحكومي وأصوات النظام يوجهوا تحذيرات صريحة بشكل مش معتاد. مذيعي التلفزيون بقوا دلوقتي بينتقدوا القيادة علنا وبيهاجموهم لأنهم شايفين فعلا قد ايه الوضع بقى سيء. خليني أديك شوية أرقام عشان تفهم. لأن لما أقول لكم إن الدولار الواحد بقى ب1,800,000 ريال ده مش بيوضح كتير، لأن الإيرانيين أصلا مش بيفكروا بالدولار، هم بيفكروا في إنهم بيكسبوا كام وبيصرفوا كام عشان يقدروا يعيشوا. دلوقتي قبل ما أشارك كل الأرقام دي بس حابب أوضح بسرعة إن الحكومة الإيرانية مش معروفة أصلا بالشفافية بتاعتها. وفوق كده زي ما انتوا عارفين بقالنا أكتر من شهرين دلوقتي في قطع إنترنت جوه إيران، فإحنا مش قادرين نأكد حاجات كتير، إحنا بس نقدر نشارك المعلومات اللي وصلتنا من إيران. فبناء على كل ده الدخل البسيط في إيران السنة دي حوالي 200 مليون ريال في الشهر. دلوقتي مهم أوضح للناس اللي ممكن يتلخبطوا، لأني شفت ناس بترضى تتغطى دي على الإنترنت. الوسيط معناه بالضبط القيمة اللي في النص بالضبط. فيه نص في إيران بيكسب أقل من الرقم ده والنص التاني أكتر منه. ده مش المتوسط الحسابي، عشان في مشاكل زي لو في ملياردير واحد يقدر يغير المتوسط حتى لو هو لوحده. الوسيط هو مقياس أفضل شوية نبص عليه، يعني الشخص اللي في النص تقريبا بيكسب حوالي 200 مليون ريال في الشهر. بس تعالوا نشوف التكاليف اللي لازم يواجهها. بيضة واحدة في طهران بتكلف حوالي 1,000,000 ريال، بيضة واحدة، والبرجر تقريبا ب5 مليون ريال. احنا حتى مش بنتكلم عن مثلا تكلفة المواصلات
أو تكلفة المعيشة في شقة أو بيت الناس عايشين فيه. إحنا بس بنتكلم عن الأكل، والوضع بقى سيء لدرجة إن كتير من الإيرانيين، الغالبية العظمى منهم، ممكن ما يكونش عندهم كفاية كل شهر عشان يأكلوا نفسهم وعائلتهم. دلوقتي عايز أفكر الكل بالاحتجاجات اللي غطيناها في يناير. الاحتجاجات دي في البداية بدأت كاحتجاجات اقتصادية. الناس كانوا غضبانين بسبب تخفيض قيمة الريال اللي الحكومة عملته. تخفيض العملة حصل في ديسمبر، تقريبا في آخر ديسمبر، والاحتجاجات بدأت حوالي يوم 28 ديسمبر، يعني بعد كام يوم بس من لما الناس عرفت الخبر. دلوقتي السبب اللي خلى الناس كلها غضبانة هو إن الناس اللي استفادت من تخفيض العملة هم الناس اللي شغالين في صناعة البترول. يعني باختصار أعضاء الحرس الثوري الإيراني، وبالذات قادة الحرس الثوري، لكن كل الإيرانيين التانيين بيعانوا بسبب تخفيض العملة. زي ما تكلمنا، جزء كبير من أكل إيران بيجي من برا، ولما الحكومة بتخفض قيمة الريال ده معناه إن كل الناس هيدفعوا أكتر في الأكل اللي بياكلوه. لكن فوق كده جزء كبير من المجتمع الإيراني هم تجار البازار، يعني التجار بشكل أساسي. هم بيشتروا حاجات، إلكترونيات، أي حاجة ممكن تتخيلها من برا، وبعدين بيبيعوها في إيران كتجار، وبيكسبوا رزقهم بالطريقة دي. لما قيمة العملة بتنخفض لازم يدفعوا أكتر لأي حاجة بيشتروها من برا، وده بيقلل هامش ربحهم جوه إيران. وعشان كده جزء كبير من المجتمع الإيراني، ملايين الناس، نزلوا الشارع يحتجوا ضد الفساد وانخفاض قيمة العملة اللي الحكومة كانت بتعمله. والاحتجاجات دي بسرعة اتطورت وبقت الناس بيهتفوا علشان يغيروا النظام. وعلشان كده بالضبط الحكومة قتلت تقريبا من 10,000 ل 40,000 متظاهر إيراني بس علشان تفضل مسيطرة على السلطة. في ناس كتير بتنسى إنه حتى لو الاحتجاجات اختفت بسبب قمع الجمهورية الإسلامية، المشاكل الاقتصادية لسه موجودة. المشاكل دي كانت دايما موجودة والناس كانوا بيتعاملوا معها، لكن دلوقتي بقت أسوأ. حتى الإعلام الرسمي الإيراني بينتقد الحكومة، وهنا الموضوع بيبقى أكتر إثارة، لأن الإعلام الرسمي مش بس بينتقد النظام، دول كمان بقوا بينتقدوا بعض. في خناقة شغالة وطلعت العلن، بقت جهة حكومية بتهاجم جهة تانية، وبعدين التانية بترد عليهم، والخناقات دي بقت توصل لخناقات جسدية فعلا. في ناس بتروح لمحطات الأخبار وبتهاجم الموظفين وبتهاجم المباني وبتعمل فوضى بشكل عام. قبل ما نبدأ عايز أفكركم إن في خلايا نائمة إيرانية بتشتغل في دول أوروبا وأمريكا. الخلايا دي بتستخدم السوشيال ميديا علشان تجند ناس مش واخدين بالهم، علشان ينفذوا أنشطة إجرامية وإرهابية لصالح النظام الإيراني. الخلايا النائمة دي ليها عمليات واسعة على كل منصات السوشيال ميديا المختلفة. حتى هنا على يوتيوب هم دايما بيعملوا ديسلايك لأي حاجة بتنتقد النظام، وطبعا بيروجوا لأي حاجة بتدعم النظام الإسلامي. عشان كده لو تقدروا تاخدوا ثانية وتساعدونا وتدوسوا لايك وسبسكرايب تحت، ده فعلا بيفرق في مواجهة البوتات اللي شغالة هنا. دلوقتي هنتكلم عن الإعلام الرسمي الإيراني وصراعاته الداخلية. زي ما اتكلمنا قبل كده، في أجنحة مختلفة بتتكون جوه الحكومة الإيرانية، وبرضه في شركات إعلام رسمية مختلفة بتدعم أجنحة مختلفة، والشركات الإعلامية دي دلوقتي بتهاجم بعض، والخناقة دي انتقلت لتويتر. الشركات دي دلوقتي بتستخدم تويتر عشان تهاجم الشركة التانية اللي شغالة جوه إيران. فدول الشركتين اللي بنتكلم عنهم، واحدة اسمها تسنيم نيوز والتانية اسمها راجا نيوز. الاتنين تحت سيطرة الدولة الإيرانية، بس تسنيم نيوز تدعم المفاوضين، يعني الناس اللي مع التفاوض مع الولايات المتحدة زي وزير الخارجية. وعندنا كمان رجا نيوز اللي بيدعمها المتشددين جدا، الناس اللي مش عايزين مفاوضات خالص وعايزين يعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يضمنوا ان المفاوضات ما ترجعش تاني. هم أقرب للناس المتشددين جدا في الحرس الثوري الإيراني. آخر خلاف بدأ لما وكالة تسنيم نشرت مقال قريب بتسخر فيه من بعض المتشددين ومطالبهم، وبتقول بشكل أساسي إن الناس دي مش فاهمة هي بتتكلم عن إيه. هنا وكالة راجا نيوز ردت عليهم لأنهم ما كانوش مبسوطين. هم فهموا أن تسنيم كانت بتهاجم الأيديولوجية اللي هم مؤمنين بيها، وبدأوا يهاجموا وكالة تسنيم في المقابل. هنا الوضع خرج شوية عن السيطرة، لأن كتير من مؤيدي أو قراء راجا نيوز راحوا لمقر تسنيم، المبنى اللي فيه الموظفين،
وبدأوا يهاجموا المبنى ويسببوا فيه أضرار. دلوقتي الشد والجذب ده لسه مستمر. وكالة تسنيم بتكتب مقالات رأي وبتهاجم راجا نيوز، وراجا نيوز بتكتب مقالات رأي وبتهاجم وكالة تسنيم. هم حتى ما بقوش بيهاجموا مواقف بعض، بقوا حرفيا بيهاجموا بعض بشكل مباشر، بقوا بيفضحوا بعض علنا وبيهجموا المؤسسين والكتاب وكل الناس اللي ليها علاقة. بس للأسف بالنسبة لإيران الكل شايف كده، فده بيكسر السردية اللي بعض الناس في الغرب كانوا مصدقينها، إن النظام الإيراني كان موحد بسبب الحرب دي. لكن في الحقيقة ده مش صحيح. في تصدعات في كل حتة، في تصدعات في النظام، في تصدعات في القيادة، ودلوقتي بنشوف تصدعات بين الناس وفي البنية الإعلامية اللي الدولة بنتها. ده كان موضوع الرئيس ترامب اللي اتكلم عنه في المؤتمر الصحفي امبارح وهو بيقابل رواد الفضاء اللي رجعوا من القمر. اسمعوا تصريحه. واقتصادهم بينهار زي ما انتم عارفين، فلوسهم هم حتى مش مسمينها اسم، فلوسهم بقت من غير قيمة، عندهم تضخم محدش شاف زيه قبل كده. بالمجمل اعتقد انهم ماشيين كويس. لو قريت نيويورك تايمز او اتفرجت على CNN هتفتكر انهم ممتازين، بس دي اخبار مزيفة. انت شايف انهم كويسين؟ انت شايف انهم ماشيين كويس؟ وهم ما عندهمش بحرية ولا قوات جوية ولا أجهزة دفاع جوي غير اللي ممكن يكونوا حطوه هناك. ممكن يكونوا دخلوا شوية حاجات خفيفة أثناء وقف إطلاق النار، وإحنا عارفين مكانها بالضبط، يعني هتتضرب في أول 15 دقيقة. وبعدين كمان اتكلم عن المفاوضات، إزاي إيران قدمت تنازلات كتير بس لسه مش كفاية، مش هي اللي أمريكا عايزاها بالضبط، لسه في شوية تنازلات الإيرانيين مش مستعدين يقدموها. اسمع البيان. على حسب احنا عندنا محادثات واحنا بنتكلم معاهم دلوقتي، وما بقيناش بنسافر رحلات مدتها 18 ساعة كل مرة، عايزين نشوف ورقة. احنا بنعمل ده عن طريق التليفون وده شيء لطيف جدا. انا بتصل او بخلي الناس بتوعي يتصلوا وانت عارف الإجابة. انا دايما بحب المقابلة وجها لوجه وبشوفها احسن، بس لما تضطر تسافر رحلة مدتها 18 ساعة كل مرة عايز تعمل اجتماع وانت عارف الاجتماع عن ايه وعارف انهم هيدوك ورقة مش هتعجبك قبل حتى ما تمشي، ده شيء سخيف. هم قطعوا شوط كبير. السؤال هو اذا كانوا هيروحوا بعيد كفاية ولا لا. يعني في اللحظة دي عمره ما هيبقى فيه اتفاق إلا لو وافقوا انه مش هيبقى فيه حرب نووية. دلوقتي عشان نفهم ليه إيران بتتصرف بالطريقة دي دلوقتي لازم نرجع ونشوف إيران وصلت للي هي فيه النهاردة إزاي. ده مش معناه بس إننا نرجع لسنة 1979 لما حصلت الثورة الإسلامية. في الحقيقة لازم نرجع أكتر لورا، لوقت ما كانت سلالة القاجار بتحكم إيران في القرن ال19، ونشوف إزاي القرارات اللي الطبقة الحاكمة أخدتها وقتها لسه بتأثر على إيران لحد النهاردة. طيب عارف إيه؟ ده بالظبط اللي إحنا بنعمله في البودكاست بتاعنا اللي نزل النهاردة واللي عبارة عن أكتر من جزء. فلو انت من الناس اللي مهتمة بتاريخ إيران وعايز تعرف احنا وصلنا للي احنا فيه ازاي، لازم تروح وتسمعه. تقدر تتفرج عليه عن طريق الضغط على الروابط في الوصف، او ببساطة تقدر تتفرج عليه لما تدوس على الفيديو اللي ظاهر قدامك على الشاشة.